شكرا أحمد فؤاد. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. معا نتواصل وإياكم من خلال مباريات الشامبيونز الإفريقي في نسخة 2022-2023 في لقاء قمة، لقاء حارق، لقاء كبير منتظر. في لقاء قمة، لقاء حارق، لقاء كبير منتظر بين الوداد الرياضي بطل النسخة الماضية وفريق سيمبا التنزاني الذي تجاوز الوداد 1-0. نتيجة ممكن تجاوزها في مباراة العودة. هذا هو الاستاد الأسطوري، ملعب الأسطوري محمد. كذلك لا ننسى الشامع كلايتون، اللاعب الخطير في يلعب التماس مباشرة لسيف الدين بوارا. 4-2-3-1 هذا هو أسلوب غاريدو لا يتغير. سواء يلعب في كازا، يلعب الكرة على الطرف الأيمن هنا الأمامية. ممتاز الفكرة، خروج حارس الغد والفايز عن هذه المباراة إن شاء الله يكون باللون في نهاية، لأنه في طبعا أسماء مهمة بينما الكرة البينية ممتازة في اتجاه سامبو، لكن في الصافرة قبل ذلك. في الصافرة قبل ذلك أول عملية انسلال، سامبو يدخل واحتجاج من إخوان كارلوس غاريدو على الحكم الرابع. ما في اتجاه أيمن سامبو، وصلت الحسوني التسديدة لكن بعيدة تماما. أيمن الحسوني أول كرة وأول تسديدة بعد مجهود من سامبو، ولحط الكرة بشكل ممتاز. لاحظ التغطية السيئة في كذلك زولا بالراس. جول 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 جول. يا سامبو يا سامبو يا سامبو يا رامبو يا سامبو يا رامبو. عاد سامبو إليكم من جديد، عاد إليكم من جديد. غاب في دار السلام لكن هنا في الاستاد. والثاني يا سامبو، يا سامبو الثاني كان قبل الثاني، لكن المدافع في آخر لحظة لتنفيذ الركلة نيوني سجل 1-0 لفريق سيمبا. إذن الفريق التنزاني الآن يتقدم يحيى، يحيى يسجل 1-1. إذا النتيجة متعادلة. الثانية كورتك هذه المطيع، كورتك يا المطيع، لا بقى في مكانه المطيع، إذا 2-1. عمرود يتقدم الآن، العمرود يسجل 2-2. النتيجة تتغير. مطيع كابومبي، مطيع صد المطيع. برافو يوسف أمين يتقدم، يسجل أمين أبو الفتح. يريد مطيع، هذه كرتك يا المطيع. موزيس سجل في يتقدم عبد الله. هلا يا عبد الله، هلا يا عبد الله، جابها في الشباك. هذه الأخيرة يا المطيع.